صباحتوا بالخير اخواننا الكرام، كيف حالكم؟ عساكم طيبين، يعطيكم الله الصحة والعافية. طبعا يعني يا ماشي مكان رسمي كيه ومخلصت مريت عليه العزبة، فعاد عيبنا الجو طيب فوق الطيب، وهني يقولون ما شاء الله تاكل زي داشتي، مرت بتاكل ذني مرة فالمهم جالسني مع الحلال والحمد لله رب العالمين على هذه الحياة الطيبة. لكن يا ابوي جلسي كذا استفسار وصلني في الخاص، في اشخاص يعني شافوا المحتوى اللي جالس اقدمه قال يقول بنتوجه لتربيه الماشي تنصحنا. اقول ما اقول حال حد انه يدخل في تربيه الماشي واقول له ما نصحك، تربيه الماشي حلوه فوق الحلوه. لكن السؤال عاد اللي يغلقني يقول ايش النوع الحلال اللي نربيه؟ يعني هل نربي حلال الرحوب، نربي حلال باكستاني، حلال حجازي، عاد نربي يعني ايش الحلال يعني تشوف انت راح يناسبنا وننجح فيه؟ يعني تكون انت مربي اكثر عن صنف بالفعل مربي عاد. شوف بس شوف انت بس شوف ماشي تاكل ماشي غير فرج تاكل بس زحف يلا بعد بدنا نطاح بعده زعلت. فالمهم يعني يقول ايش نوع الحلال اللي تنصحنا ان احنا نربيه. طبعا انا ما اقدر احجمك واقول لك انك انت تسوي حلال باكستاني ولا سوي حلال من حلال، يعني حلال من حلال الرحوب. يعني لكل منطقة وكل بيئة لها ظروفها. انا ما اقدر اقول لك انت سوي سلالة مثل سلالة العيدروس في جبل الاخضر، ولا اقدر اقول لك سوي انت حلال الرحوب في رملة بحر. طبعا لكل حلال اللي بيئته. ما اقدر انا احجمك واقول لك انت سوي حلال حجازي في وسط طيبل، ولا اقدر اقول لك سوي انت حلال الرحوب في وسط الرملة، لان كل حلال اللي بيئته اللي مكان مستوطن فيه وحلال يعني مكان يستوي ويرتاح فيه. فانت اذا كنت تريد تسوي حلال لا تسالني يعني ما اعرف كيف بيئتك انت وكيف منطقتك. اسال اخوانك، اسال جيرانك اللي مسوين حلال، اسال الناس اللي جنبك وحولك حواليك ايش الحلال اللي مسوينه. فاذا كان مسوين يعاد انت سوي يعاد، اذا كان مسوين هوش سوي هوش، يعني حلال الرحوب. فلكل مكان يعني لمقومات والحاجات تاثر على الحلال. فاهمين الشيء اللي قصده ولا ما فاهمين؟ فيعني ما شاء الله بس طيب هنا ذي كانت اشبه الجثة، كانت تشبه شوي وبتموت، فعدلت الحمد لله رب العالمين وجه الصالحة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله واحسن الخالقين. فالمهم مثل ما خبرتك انك انت تسال جيرانك، تسال الناس اللي حولك وحواليك، وهم راح يفيدوك ايش الحلال يناسب بيئتك انت، ايش الحلال اللي راح يستوي معك انت. فلا تقول لي انا ايش الحلال اللي اسويه، لاني يعني ما اعرف انت المكان اللي ساكن فيه. ايوه هذه حاجه. الشيء الثاني لا حد يضحك عليك ويقول لك انت سوي حلالا، يعني انت بعدك ما داخل في عالم الحلال. يقول لك انت سوي نجدي بيور ولا سوي حجازي بيور ولا سوي ذاك حلال الرحوب اللي التيز ب 500 ريال ولا عنز ب 300 ريال. لا تبدا ذي البدايه ابدا، كانت يا ابوي زحفي. بتقول لي ليش اذا كنت انا مبتدئ ما اسوي حلال فاخر؟ لانك انت اول بدايه ما تفهم في الحلال حاجه، هذا شيء. الشيء الثاني حلال اذا كان مريض ولا كان ما راح تستوعب. انت لما تشتري لك عنز هنا هذه، لما تشتري لك عنز مثل هذه وشروها هذه واقف عليه يمكن 23 او 22 ريال، لما تسوي لك يبتدي العنز يا ابوي ولا تاكل المصير زحفي يكون اكل ترسم عارف مرض درامات تركلها اكل شيء هناك شيء. فالمهم انت لما بتسوي لك لا اله الا الله محمد رسول الله زحفي الحين انت لما شو عدوتك شوف زين، انت لما بتسوي لك عنز ب 25 ريال لا لا ترى الحين المشكله ان مطفرت بها انها تخليها لازم. زين صبري تعالي خليها ترضع من ايه. تعالي لا اله الا الله محمد. شرب بالعافيه بس ثواني بيكم خلاص بالعافيه عليك. فانت لما بتسوي لك عنز ب 25 ريال وتموت عليك نفسيا بتموت لك عنز جيب انت 250، فتقول لي بالطبع لا. انت الحين لما بتسوي حلال يعني ببدايه ضعيفه بتسوي حلال بتتعلم عليه، لا تغلط غلطتي. يعني تشوف انا نصحك كلام جميع يقول لك يا واحد ان اسمه يعني جريب لك عنده حلال، اذا عنده ذاك جريبك وعنده حلال فاخر بيوهقك فيه بيقول لك انت شله تبى تشله ما تعرف كيف تتصرف فيه، حلال مرض عليك، حلال صار عليه صاب شيء ولا شيء، فانت ما تعرف كيف تتصرف فيه. فهمت النقطه اللي اقصد لكم اياها قبل هذا المقطع؟ اقول لك اذا كان واحد من اهلك عنده حلال فاخر يقول لك انت سوي هذا الحلال وهذا اساس فلان، يعني اساس من الفحل الفلاني وفحل مشهور، انت بعدك مبتدئ بتشتري الفحل ب 500 بتشتري الانثى ب 250 ولا 300 ريال، يلا انت اشتريتها وماتت عليك وبعدين. فنصيحتي لك اذا كنت ما تعرف انت حاجه في الحلال بدايه ضعيفه اشتري مالهم 25 ريال ام 21 ريال. هل الجيشي صباح ما شفتني اكيد
انتجزت انا العنز شوي مجاربه. فالمهم يعني انت لما تشتري لك عنز مثل هذه قيمتها 19 ريال وبتسوق منها الخير، بتقول 19 ريال تولد نعم، والدت لي مشترينا نهايه 2022 في بداية النصف الأول من 2023 ولدت لي تيسن ما شاء الله تبارك الرحمن، وفي نهاية النصف الثاني من 2023 ولدت لي توم وهي ب 19 ريال. لا تقول لي ما تستوي، لكن أهم حاجة اختيار الحلال. يعني ما تروح نوب أنت تشوف لك عنز تشوف لك عنز نوب شوية تنتفض شوية بتموت وتقول لي هذه عنز بشتريها وماتت بعين، بتقول لي ياسر تراها ماتت علي حالة لله. اختار الحلال اللي تشوف انه راح يوديك يعني سفرك فيه ضعف، يعني فيه ضعف بس محتاج حاجة يسموها اهتمام، ما بحلال مريض كل ينتفض وحالة لله. فإذا كنت مبتدئ كذلك لا تروح تشتري الحلال بنفس يعني لحالك، لازم انك تشتري واحد عندك شوية فاهم في الحلال يكون يختار لك ويباصر لك اول تالي. تشتري العنز ما تشتري العنز ب 19 برأيي انت تشتري عنز ب 30 35 اعطيها 40. فانت كمبتدئ لا تعطي العنز اكثر عن 40 عادي، اذا مره وصلت 50 عاد انك انت مره يعني وايد. اما مبتدئ تشتري عنز ب 80 وتشتريها ب 100 و200 فما نصحك، لان انت لما ماتت عليك ولا شيء فانت متعق مع يعني عباره معك مبلغ بسيط. والمبتدئ يعني يبوت عليه حلاله بابسط الحاجات، البشمه تقتل حلاله، الحمه تقتل حلاله. يعني شوف العنز صادة عنك انت تفكرها هي عادي، هي ذابحت يا ابوي زحفي هي ذابحت لنا حمه، لكن انت من ممارسه راح تتعلم. بتشتري عنز ضعيفه يعني عنز ب 25 ولا 40 ولا 50 مرضت شليت عالجت عرفت ان ذيل المرض يعالجوا بذيل المرض وذيل المرض يعالجوا بذيل المرض. فانت هنا راح تكون عندك ثقافه باكر لما بتسوي لك عزم من مثل الصالحه ولا مثل القولون ولا مثل عيد روس صاح لك الحلال بتعرف كيف تتصرف فيه، بتعرف كيف تعالجه، بتعرف كيف تصاب فيه، بتعرف كيف تبازره. لكنك انت تروح وتعقل الاول والتالي في حلال ما تعرف هذا الحلال يعيش ولا يموت، يعني راح يعيش ولا يموت. فانا اقول لك رد عن هذا الشور، هو ما بيموت لكنك انت لازم يعني انت مسوين الحلال ليش؟ مسوي الحلال على اساس انك يعني تطلع منه انتاج، تطلع منه فايده. يعني اذا ما بتبيع بتاكل منه، لكن انت تسوي حلالا غالي يولد الحلال من ثم الحلال عليك مات عليك، وبعدين ايش بتم تسوي؟ بتم بس تتعلم الحلال اللي جمته 500 و700 ريال تعلم العنز اللي جمتها 40. ايوه لما بتتعلم تعلم العنز اللي جمتها 40 من ثم توجه للحلال الفاخر. ايوه هذه عنكم. فطبعا نقطه كبار السن يقول ياسر انت عندك كم وحده كبار السن هل محصل منهم فايده؟ فيقول انت عندك كم وحده كبار السن هل انت محصل منهم فايده؟ يلا كانوا محصل منهم فايده. انا معيد السنه معيد العيدين كلهم من لا كبار السن من عيالهن. هذه حاجه. الشيء الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن هذه من كبيرات السن، يعني اسمعوا اعوذ بالله من الشيطان، يعني من الخشخاش المشماش مثل ما يقول ابو القيصر. يقولوا لما تشوف عنز كبيرة سن داور عنها، هني تحت في التصوير هني موجود انتاجها ما شاء الله مولود اليوم، لكن كنا ود 3 أسابيع فهي كبيرة سن. انا حتى لما اشتريتها اول ترددت فيها من اي ناحية؟ شوفوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. فعاد مو من ترددت فيها بعدين قلت اخبرك يوم تهيست وشفت ان عندي يعني اليعد وعشار ومجاربه قلت اخبرك اللي فيها بنغامر. اشتريته والحمد لله رب العالمين حطتني انتاجا يسر الخاطر. تعال حي تعال بعزل بشيل هناك عند اخواته زيت عالي شوفه حي تعالي دوكا تعالي حال منتج تعال بعزلها ما بخليها هني لا تضربها الشمس ولا شيء تموت. سبحان الله نفس خواتها تشبه خواتها شوي. تعالي لا اله الا الله تعالي. وكبيرة السن ما شاء الله مستحيل تودي ريال. تعالي كبيرة السن ما تودي ريالها تتبعك وهم ما تكون. تعالي عند اخوات تعالي دوكا ايوه تعالي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا الذباب واي فعل فعل الذباب اسمه فعل ما شاء الله. مولود اليوم وهذيك مولودة قبل شهر تقريبا الحين كملت شهر. المولود اليوم كبر البنت شهر فذي من كبيرة السن عاد شروي وكل من كبيرة السن الله طول عسى الله يطرح البركة فيني يا رب العالمين. ما شاء الله
ان شاء الله تبارك الله واحسن الخالقين. شد باب حش لله. وذي من ساعة حمت بتسرج بنت ذيك الوالدة اليوم شفتها جالسة تحسها وتنظفها. الحين لما شليت انا البنت الصغيرة ذي تابعتني، ما تابعتني لهم كثر ما تابعتني، عادت بتسرج البنت الصغيرة بتسرج. سبحان الله يعد فين حنية عجيبة يعد. فاكي عنكم بتقول لي هل انت مستفيد منهن؟ شفتوا الانتاج؟ اقول لكم نعم مستفيد منهن الحمد لله رب العالمين. جالس اشتغل عليهن وعسى الله يطرح فيهن البركة يا رب. طبعا انا اصور واتكلم اقول انا كبيرة السن تعطيك الخير وتعطيك الانتاج، لكن هل انصحك انك تروح تشتري بس كبيرات السن من السوق؟ لا ما نصحك. ليش؟ لانك ما كل هاللوادم تعرف تختار، ما كل هاللوادم تعرف تنجي. يعني لما اوصل يعني في شروط وفي معايير امشي عليها. طبعا هذه من اخر العنود مشترينها في معايير. الا ايش المعايير؟ اهم حاجه عند المحالب صاحيه، الاسنان صاحيه، اعرف انها راح توديني، فتعدل شويه حالها. ايوه وكذلك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لكن ترى المنظر مثل ما يقولوا صغيرات سن حلو، لكن كبيرات سن يعطنك يودنك. نعم اني يودنك ما شاء الله. بس ما شاء الله ما شاء الله. ويوم ما بالعيال فالحليب الحين ما اشتريها تكمل حول حليبها اللي تعطيني اياه حول كامل مقطعته. فكي عنكم اخواني تبقى هي مساله قناعات، وكل من بوجهه نظره وكل من بقناعته وكل من بالشيء اللي يشوفه. انا اشوف ان العنوز الكبيرات انا اعرف اهتم فيهن، لكن يمكن تكون انت ما تعرف تهتم فيها. هذا من عنوز نوبه كبيرات السن. تتوقع بكم اشتريناها؟ تتوقع يعني تتوقع بكم؟ ما بقول لكم، لكن المبلغ اللي قلت لكم اياه ما بتصدقوني. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا من انتاج الصالح من قصة لوزة بسبب كت هيك الايام كنت مشغول عن الحلال وايد. فقدنا لوزة بنته سكرة يا اخي، ما اعرف مسمينها يا اخي، لها اسم لكن هيك الاسم ما ذكره. طبعا هذه من العنوز اللي اشتريناها وكانت متبهدله وكلهم قالوا ويش تبغى لها وحاج لله. قلنا انا عندي ترتيبها يعني الا صابها هيك الايام كان حتى قفص الصدري طالع قفص الصدري. الحمد لله رب العالمين شويه ترست خلال شهر ونص وتعدل حالها وشعرتها بدات تتعدل. فالانسان يعني صابي يسعى ويصابي. اذا كنت تعرف تتعامل مع حلال اللي فيه شويه تعب وفيه ذاك توكل على الله، لكن اذا كنت ما تعرف تتصرف معه طبعا ما نصحك. ودي ام القراطيس ايوه ما طاعت تسوي ولا طاعت تعدل حالها خالد خوته بسبب ان بطنها كلها قراطيس. فكي عنكم ان شاء الله. هي يا بحر هي سلالة القبرصية من اندر سلالات ما مندر يعني من اجود سلالات العالم. يعني هذه يسموها السلالة القبرصية. ايوه سلالة يصرفوها الاول في اللحم، عمل الاول يعني من اوائل الغنم في اللحم في الحليب. يعني انت لما انك تشوف منه انتاج امسك بنات راح طبعا جينات الجدات. فكي عنكم انتهى الوقت وبزري خلاص شربت حليب داخل حملت حليب انسالم. فكي عنكم والله الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب العالمين. وجالس اشتغل وجالس اصابي بدون احسان بدون اك وكل حلالي واقف عليه بنفسي. ايوه لا فضل ولا منه. يمسيكم الله بالخير اخواني، كيف حالكم؟ عساكم طيبين، يعطيكم الله الصحة والعافية. طبعا يتواصلوا معي اشخاص يقولوا كيف شكل علاج الدود اللي جبته من وزارة الزراعة امس. طبعا شكل علاج الدود بهذا الشكل، تي مثل الشريط وكل شريط فيه 5 حبات، لكل راس مقدار حبة. لكن كيف طريقة التجريع؟ طريقة التجريع اول كنا معانين واعطيكم مقطع وتشوفوا طريقة المعاناة كنا معانينها مع العدوس يوم كان صغير السنة الماضية. التصوير اللي في حالة ذي السنة الماضية. فالحين متجر السنافي، وطبعا متجر غني عن التعريف، متجر لشباب عمانيين يعني معدات تخص الزراعة وتخص اسمه التروية الحيوانية. السنافي طبعا هذي حسابهم وهذي رقمهم، يعني متجر شباب عمانيين سوى لنا منتج سهل علينا لدرجة ما تتخيلوها. يعني قطيع حدود 40 راس تجرعه يعني في مدة أقصاها يمكن نص ساعة ولا 25 دقيقة. أول كان هذا نحتاج يمكن للعصر كامل وما نخلص، لأنك أنت تخض حبة يعني تدخل الحبة داخل غرشة وتخضها، تدخل غرشة يعني تدخل حبة وتخض. فالحين يعني جاك مثل دبة شل تقريبا حدود 3 لتر مع مسدس. مجرد انك انت من تضغط يعني بنصب لا اله الا الله محمد بنجيب شويه واحد منهن، يعني تشوف من تضغط طلع العلاج ترجع على طول تترس دايركت ما بدون كهرباء بدون بطاريه بدون شيء. تضغط
خلاص الحين الجهاز فاضي، تسحب تترس على طول، يدرس تجرع بالحلال. يعني كراس انا اعطيه له 3 جرعات، يعني هو 15 ملي، يعني 15 ملي من علاج في اسمه 10 حبات، كأنك عاطنا نص غرشه. يعني الآلة جدا جدا فعالة صراحة، انصح كل المربين في هي الآلة. فالمهم الحين بنجرب تجريح وحده قدامكم. هاتوا لي يعد، لان يعد الا هن ما جرعته من يوم يا ابنها ما جرعناها يعد. فهذا المنتج اخواني، وذي اللي هو البصمة التجارية مع اخواننا اصحاب السنافي، يعني متجر السنافي. ايوه هات بسرعة، اسرع اخ محمد، هات تعال امسكها تعال امسك الراس. الحين دايركت انت من توصل عندك شوف على طول رفع عليه كلها كبات. ايوه لكن عاد هو يصير واضح معكم الصوت. الساعة 3 كانت 2 كان برا، 3 داخل حلقة. خلاص الحين جرعنا هذه بدون اي مشاكل بدون اي شيء. طبعا بخلي الشباب يشتغلوا وانا بصور لان ما يصير انا اصور ما وضحت معكم. ايوه حاول تدخلها لبداية الحل. ايوه ارفع راسه ارفعه، اضغط بعد رد، لان العلاج رد. الساعة رفعنا البيب وايد علاج رد، لكن شوف بعد ما وصل بعد اضغط. شوف طريقة تضغط بعدك سرع. البيب طلع لي برا. انا اقول ايش فيه، لانه الحين بغير كواعي خلاص وصل العلاج. ايوه اعطيها 4 بخات، يعني هم من 3 إلى 4، لكن اعطيها 4 تستاهل. بس خلاص الحين جرعناها وانتهى موضوع. هات البعد، هات العدرس هذا. الساعة هذا هو عذبوه، شفتوا مقطع كم هذا بنا نصر اول. المهم زيود عاد اعطيه جراب الدود، لا تطلعوا برا وايد البيب. روح. طبعا هو سوى لي السيفتي اساس انه يطلع منه. روح. وسهلة الاستخدام، حتى لحالك انت تقدر تجرح حلالك بدون عامل بدون شيء. لكن انا طلع جالس اصور بعد زيد واحدة بسم الله. طبعا تحيد بس اصبر لما تشوفي كلها تزيد. لكن اول كنا معانين لما نسوي له بالغش، يبغى يعزم يموت. بس ودره هلا اعطيه. طبعا اذا بنتي عاد ما تستغل الفرصه. هلا روح انت فرص ماشي بيه فضيتوه. ناس كذي ما منتفس انتوا تسحبوه وايد تسحبوه. روح ضغط ماشي اكو اكو وصل نص البيب. ضغط بعد ما وصل ضغط. ايوه ضغط بعد خلاص. ايوه الحين خلاص توصل. روح. طبعا بتقول ما تفتح تمها المر على طول، الحديد مذهب. محمد دخل شوي الحديد. ايوه طبعا المهم ما يتغير. هاتوا بحر اعطوه واحده برغم انه ما يحتاج، لكن اعطوه. رفع راسه شوي ارفع. ما اعطيت العلاج بعد. طبعا من يسوي الحديد. ايوه اعطيه خلاص اعطاك صوت انه شرب. ايوه لهم يوطوه بدايته. هاتوا الكاموري هاتوا. بسرعه خلصنا بتخلص. شوف انه ما شاء الله كم راس سوينا خلال يعني مده 3 دقائق 4 دقائق. روح بسم الله. زي جربوا الشيء لا تسحبوا الدبه. فهو المنتج يعني ما شاء الله فعال. وبئت ابى اقدل على ضرسي. لا باقدل على ضرسي. خلاص اعطوه جراب الدود. طبعا كيف آلية الحبوب؟ انت قلت لي حبوب، كيف آلية نوطي تنعك الحبوب؟ طبعا جبت 5 حبات ذوبتهم فوق ذيم، ذوبتهم صبيته في الدبه خلاص. وجه العمياز كان ما هاين عليه بس خلاص. كنت جرعت جاسم معذب منها. روح هات غيره خاصي على الطاحن. هات صالح هات. بسم الله خلاص تصار هاتوها. ايوه ايه شغل محمد 100% شغل محمد. روح بعدك بعد زيده. طيب بيب تسحبوهم يسحبوا البيب. هو في طريقة اظن انك تتركب السبرنج في بداية الفتحة يكون ما يطلع، لكن ما عارف اذا بعد اليوم اول استخدام هذا. روح ودي.
بعد مية بعد اكو روح بعدك ضغط. شفت كيف؟ خلاص عاد انت راسل بيه بسرعه. كنت انت اجله بعد زيده واحده بس خلاص. خلاص هاتوا جرب خلاص الحق اعطينا يعد خلاص. الاكساي الباكستاني الجاي تلقون باكستانيه باكستانيه شي تقولون الصوره هات بتشير باكستانيه لا كلهم معطيات يعده بنتي يعده قلون هي الحمراء هيك هذه هي كلهم معطيات. ها روح محمد صلاح يدك يا ما عاطينا بعد روح. تحت مفيه كم انت اعطيته؟ زين هات نصر اعطيه. تشرب الدود اعطوه يكون من ديدان فيهن. بسم الله ما شاء الله. خلاص اعطي الحين بعد هاتوا له ماي لديه ترى. يا تعطوهم ماي راديتر اللي تعطوها هذه شوف موضوع سهل جدا الموضوع. هذه يا اخي تنكتوا صاحبي تنكتوا ايش؟ لا تعطوهم هنا ماي راديتر هيك شيء ضربها من ورا انت تعب الجرم يمكن عكس يلا اللي ما في عدوك كانك حرمت ابوه ايش فيك انت؟ اصبر شوي يوم بتعطوها لجان يعني لا تشوف عليه حي هو ما خشن محمد صلاح تعال تسحب انت زين تجربوا لها يوم ما بتي وغياب هالشيء انا اقول وغيابها والله انكسر قرن بتغرمون عن شيتين ايه مقر هذه بعد بس خلاص زيدها 4 أميرة كم اعطيته 4 عشاني واحده بس ما ليش لا تزيد هذا معدود اذا كان ضعيف ولا شيء كذا الدود بطنه. لا همونها طيب الحمد لله ما بيدود صح؟ لا في يدي ودها مسلخ شليناها ودها هو على اللوي خلوها شوف خلاص ساعدوا مياز ما يلا دي ترى ناقص بنجرب فضي زيد عبي قلون عاطينا قلون؟ لا هاتوا هلا هي هالما تعطوهم هو يساق قابضيننا ذي ولا ذا قابضين ثاني فعلا راسي فوق ما الاعاده سكر هيك اللي جايبينها من الخبه واسمه زيول كلب زين والله بس بس خلاص صراحه ما يحس بعمركيه كم وحده اعطيته 4 خلاص روح اعطوه يدكم. هو على اللوي يا اخي اعطيه ذي طبعا اخواني المنتج محتاج يعني مدحلكم اياه واقول لكم ايش فيه ايش ما فيه لكن انا اخبركم انه سهل علينا مجرد انك انت تمسك الراس العنز وتسقي اول انت تسوي حبه امسك شوي نص امسك طبعا متجر هنا متجر سنافي اول كنا نذوب حبه نذوب حبه ولما نعطيه حاط لله قال ليش ما تسهل لعمرك وتخليها في المشارب اذا كنت تتوطى زي الماء وتخلي الحبه داخل زلة الماء ما نصحك ابدا. ليش؟ لان بالحركه اللي تسويها انت انك تخلي الحبوب داخل مشرب الماء الهواء ما تحصل كفايته قلت هذه العطشانه تشرب جاء 3 حبات اذا شربت 3 حبات بس مشكله. فانت لما تعطي كل وحده 4 أو 5 جرعات تعرف انك انت متحكم بكم تعرف العنز كم شربت. لكن اذا وطيته في الزيل ما تعرف العنز كم شربت ما شربت اعطيته عاده وينك فاضل ما زيدوا شو سهل اباك من خاف لا الحمد لله رب العالمين خلاص اعطيناهن وطاح شرهن لكن ايش باقي هنا اللي اعطوهن كلهن هني اعطوها بعد اي الجديده ما اعطيته هذه الحمل السوداء خلاص بعدين ما شيت الخبه وهذه ايوه بس هذه بعدها زين هذه ودي صغيره قال لك هناك كلهم معطياته وهي صغيره وذيك ما فيها شعر هي البيضه وهي ما معطيه ما معطيه الباكستاني العود ايوه بعد واحد باقي ان شاء الله يحيي العظام وهي الرميم. خلاص اعطون
كيف استوى؟ كفو. ايوه ترى اساسا تستخدمها يعني تمسكها بيديك وغيابا عاد هي هناك مسكته. طبعا اصعب مرحله اللي هو حلال الرحبي. جاب له. ايوه خليك ماسكه ايوه ان شاء الله. حلال يركض وصعيب اعطيها ثنتين بس مرحله التجريح. اعطيها وبيتم مو واصل جالس تركض انت. ركبت بطرامين قبل انا سايبها. تو لو حلال كان حواي بالكان صغير كانت يعني بسرعه، لكن ترى هذه اسمه جالس يركض وراه حوطه كبيره ان شاء الله. جابل كفو يا نصر اشهد بك كفو. اعطيه طب لا هذا اول خلصوا مراد ان شاء الله. اعطيه بعده اعطيه واحده اصرف على حلقه لان بعد اشوف انتو هدي واصل بس خلاص بدري خلاص اعطيك اليمين بنت النادر. هني طبعا يجروا حلال النجدي. هذا اخر حلال مشترينه. زين كويت انا مسوي 3 صح؟ 4 زين خلص هذه. سوي براي اسحب انت سوي حاليا بس تضغط 3 مرات. وصل خلاص طول. هذه سجادي من الجنب تسويها ما صعب صح؟ يا تسوي بالجنب؟ نعم. بعد اعطيها شفت كيف تسوي بلسانها. اعطيها واحدة بس الحين اعطيها لك البيرشن اعطيها له اعطينا جدي ما اعطيته اعطيته انت عاطي انت هذه عاطي ايوه بالعافيه. طبعا الحشيش الاخضر ما راضي تاكله، اللويا ما راضي تاكله، جالس تاكل ايه؟ ما اشوف انا ما اشوف. فكيانكم سجول كيف سجول البيرشن اهم حاجه عاد البيرشن. ما شاء الله نعم اللي سوى ذا الاختراع جزاه الله خير، سهل علينا يعني لدرجه ما تتخيلوها. شوف يدوه الحين يطلع من الغرفه تضغط يعني في مثل فتحه هنا الفتحه موجوده. شوف الحين يترزه اي خلاص صار مدروس وخلاص مر من العلبه للحلقه الهايشه وعلى طول تم التجريع. فاللي سوى ذا المنتج جزاه الله خير، فتقدروا تطلبوه من عند اخوي صاحب متجر اسمه السنافي. طبعا ما هو باعلان يعني مادي ولا لا يعني شيء جربته من عندهم، فعاد تحيدوا فقره دعم الشباب العمانيين ما متوقفوا معنا، فعاد هذا مشروع لشاب عماني الله فيه. فشي عنكم ما شاء الله تبارك الله. بالعافيه حتى الصغار يبدا يتلقطن وبعديات ياكلن شوي. هناك النجدي هناك حلال الرحبي كله عطوه كرهوا العيشة مسكين ركضوا على مقال بس. بجي عنكم معطيهم شعير يلا ما ياكلن اللي هو خلطة الجنجوري ولا ياكلن من المغابرة نعطيهم شعير. ايوه يا اخي ما عرفت ايش عوقها، تشوف تقرب تسمع يوم تعزل تجيب بس انا اعرف ان فيها عوق، لكن ايش عوقها الحين ما عرفت لانه بمساك، لان لو ولت